السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد. رؤيا إذا رأيتها قد تحمل الخير وقد تحمل الشر، فإذا رأيتها وهي تحمل الخير فاحمد الله، وإذا رأيتها وكانت تحمل الشر فعليك باللجوء إلى الله وبالأعمال الصالحة، لأن الرؤى كلها إشارات ورموز من الله سبحانه وتعالى. رؤية اليوم غريبة عليك؟ لا، اسمها الانفجار. الانفجار صوت الفرقعة والشدة، هي عبارة عن حالة من الضيق شديدة، حزن، اكتئاب بيسيطر على صاحب الرؤية، سواء كان امرأة مطلقة، امرأة متزوجة، أرملة، كبير، صغير، شاب، عزباء، وعلامة تحذيرية من قديم مصيبة كبيرة لو ظليت على هذا الوضع. فالرؤية عمالة تقول لك ايه؟ احذر، ابتعد، ابتعد عن الضغوط النفسية، ابتعد عن المعاصي، قرب من الطاعة، اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، خفف من حمل المسؤوليات الكتيرة اللي انت بتمر بها. صاحب الابتلاءات اذا توالت عليه الابتلاءات وما صرفش ذلك بالتضرع الى الله يرى انفجارات. انفجار معه نار، في انفجار عادي خلاص بيدل على الشحنة النفسية اللي انت فيه. طب انفجار تشوفه ومعاه نار، دي فتنة في المكان اللي انت فيه، فتنة. فاذا حصلت الفتنة ابتعد عنها وما تزودش الفتنة، حاول تقص الفتنة. طيب، انفجار في المدارس، في الكليات، في المعاهد، يبقى المكان ده مكان فاسد، مكان فيه موبقات، مكان يغضب الله. او اذا حدث انفجار في مؤسسة او مصلحة يدل على خسارة العمل. طيب، واحد شاف انفجار هرب منه، يبقى الهروب من الانفجار نجاة من ضرر، ايا كان هذا الضرر كان هيحصل في حياتك. وتدل يعني رؤية الهروب من الانفجار على انك ولله الحمد انسان قادر على ايجاد الحلول، ما انتش واقف في محلك هعمل ايه، لا، استعن بالله ولا تعجز. طب رؤية الانفجار بس في السماء، سمعت في السماء فوق انفجار، دي ازمات وضياع احدى الامنيات التي كنت تتمناها. الدنيا ما راحتش، وما تقعدش تعض في صوابعك وتقول عايز اروح للدكتور النفساني ومش عايز اكلم حد، لا، اسأل الله عز وجل التخفيف، حاول تبدأ من جديد. طيب، امرأة متزوجة معاها اطفال شافت انفجار، شالت اطفالها وطلعت تجري بتهرب بيهم، يبقى معناها ان هذه الام بتعيش وبتساعد جوزها وبتربي في ولادها وبتحميهم وبتحفظهم وبتصون كرامتهم. قدموا لها الواجب بقى، يعني ست عايزة تعظيم سلام. واحدة حامل بتهرب من الانفجار، يبقى معناها ان كان في خطر على الجنين، خطر صحي، ولكن ربنا نجاها، وان شاء الله هيتم الحمل وتلد ولادة سعيدة بإذن الله رب العالمين. طيب، واحد سمع قنبلة بتنفجر، لما تشوف قنبلة بتنفجر يبقى ربنا نجاك انت من الشائعات، نجاك من سماع كلام مذموم، نجاك من فضيحة والعياذ بالله. فيا رب سترك لنا ولإخواننا جميعا يا رب العالمين. انفجار صاروخ ده غير القنبلة، الصاروخ ده لما ينفجر يبقى معناها كرب شديد بيعيشه صاحب الرؤية، او موت مع الانفجار، يعني في انفجار ولقى ناس ماتت، يبقى في ضرر شديد في المكان اللي هو فيه ده. طيب، بيت حصل فيه انفجار وانت عارف البيت ده حصل فيه انفجار، تيجي تقول ايه بقى؟ احد الساكنين في هذا المكان قد يصاب بضرر شديد لدرجة مفارقة الدنيا. طيب، قنبلة واحد شايلها وانفجرت في ايده، دي عبارة عن ايه؟ قنبلة وتنفجر في ايدك، انت داخل في مشروع بتعمل شراكة مع حد، الشراكة دي مش هتنجح، فالرؤية بتقولك لو انت داخل في شراكة ارجع احسن. طيب، معاك قنبلة في المنام ورميتها بس على الاعداء، مش ترميها علينا زي اللي بيعملوه، لا، قنبلة القيت بها على الاعداء، نصر مبين ولله الحمد، ونسأل الله ان ينصر دينه وشرعه وعباده الصالحين. انفجار طائرة دي مشكلة كبيرة، لان الطائرة رمز للاماني، فلما تنفجر الطيارة
يبقى تعطل امر انت بتسعى اليه. تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ اذا انفجرت الطائرة فتعطل امر انت تسعى اليه، كل ما عليك عيد حساباتك من جديد علشان تصل لهذا الامر. مين هو العاجز؟ العاجز اللي يقول الدنيا اسودت، العاجز اللي يقول خلاص انا ياما عملت. لا، الانسان اللي يتضرب الضربات خليها تزودك قوة. واحنا ياما شفنا، والله ياما شفنا ناس آويناهم وجالسناهم وأطعمناهم وجلسنا معهم وقدمنا لهم الصوابع كلوا إيدينا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر انفجار النفوس، شر أبو راس سودة ابن آدم اللي ياكل في طبقك ويخونك، نعوذ بالله منهم. اللهم أرنا في من ظلمنا عجائب دلائل قدرتك يا رب العالمين. أنا عايز أقول لك إن في انفجار جوه النفس، وفي انفجار بالعين، وفي انفجار بالأذن. فانفجار الطائرة تعطل المصالح. طيب لقيت انفجار ولقيت طفل صغير بيبكي، لقيت انفجار وطفل صغير بيبكي. إذا سمعت إن في انفجار وفي طفل صغير بيبكي، بص دي رؤية جميلة. ايه معناها يا مولانا؟ ده فرج قريب من عند الله سبحانه وتعالى. انتظر انت الفرج، لان رؤية الاطفال وبالذات البنات الصغيرين فرج من عند الله سبحانه وتعالى. طيب نعوذ بالله من انسان لقى سيارة سواء بتاعته او يعني ملكه او مش مملوكة ليه، لقى سيارة بتنفجر. انفجار السيارة، هي السيارة اصلا في حياتك بتعمل ايه؟ بتشيلك من مكان لمكان، والسيارة بتنقلك من حال إلى حال. فانفجار السيارة عبارة عن سوء الأحوال اللي انت بتمر بها. معناها ايه؟ يعني انت هتمر بصعوبات، فإذا لقيت الانفجار ولقيت الصعوبات، يبقى نقول ايه بقى؟ علينا أن نتجه إلى الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نخرج الصدقات، علينا بص أن نكف ألسنتنا عن الغيبة والنميمة. اكتر الناس فاكهة المجالس بتاعتهم سيرة فلان وفلان وفلانة. ده فلان ده اللي كان بيلبس هدوم مقطعة دلوقتي بيلبس من فرنسا ومن انجلترا. ده فلانة دي اللي كانوا بياكلوا الطبيخ بايت النهاردة كذا. انت مالك؟ لا غيبة ولا نميمة، ابعد، لان دي اسباب بتؤدي الى سخط الله. فمن معاني الانفجار ان ربنا غضبان عليك. طيب احنا عايزين بقى ان نبعد الانفجار ونبعد الهم والغم والنكد، عايزين ربنا ينزل علينا الرحمات. نعمل ايه؟ نتوب الى الله، نستغفر الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العمل الصالح. وفي الختام أتمنى من الله عز وجل لي ولكم حياة آمنة في ظل الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.